أي يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة. يعني أبا إمام شافعي ديت مذهب إمام شافعي بيجي سه شرطة مسح السر بلاوه خف بلاوه أنجوري أواستي مسح السر جائزة بسه شرطة ايك شوان بری هنگی توی بدست نویج بی وقتی یعنی وقتی تا گوره کر بی تا پیخوام پیلاف توی بدست نویج بوی و یادی ان یکونا ساترین لمحل الغسل حتی کیره حتی گوزه که امشون پیتخو حتی گوزه که تبیت او گوره حتی ویری بهت هنده گوره تین که ابنت بین گوزه که دا هکه او گوره بیت نابید تو سر مسح تبیت او گوره بیت یعنی بچی تا سر گوزه که دا آن او پیلاف بیتن حتی ویری بگیهیتن ویگاف که درسته بوده تو سر مسح بکی و یادی ترچیه اوه که تو شی پیا سر بچی یعنی گوره هکه گلک هطانیک بیتن تو نشه گلک سر بچی بس اف گوره سپی اوستیر گلک عادین و طبیعین تو شی سر بچی اف هسته شرطتی لهبن تحقی مسحه یه هی وکی ما گوتی تحقی هی سه شب و سه روژه اگر تو مسافر بی و اگر تو المال بی شبک و روژه که یعنی 5 فرضات تو شی پی بکی و بچه بطال بیت اگر تا او پیلاف هکه تا مسح سر پیلافه کر وقتی تا پیلاف خواه خست او حسی به دست نویجاته کرد یعنی ویگا فیت به دست نویجا خانی که و آن هر 5 نویج یعنی 5 فرض سر تدا چون دویت ویگا فیت دست نویجا خواب شوی آن اگر غسل سر مروفی واجب بود مثلا مروف نوست بجنابت کفت ویگا فیت دویت تو گوریت خواه آن پیلا وخوا بخی دا غسل سر خراکه جبر هنده او دست نویج بهنده چون جبر هنده امام مسلم دا ادبیجیتن عن شريح بن هانئ ایک الصحابه هات بسیار عائشه که دیگه بسلمانه قلت اتيت عائشه رضي الله عنها اسالها عن المسح على الخفين بسيار جيكات مسح شويه إن قلت فقلت ائت عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلت هرب بسيار إمام علي بك أوش من شرزاتره چکو اوی گلک سفر الگل پیغمبری علیه الصلاة والسلام کلین او دی چیتر بوترون و آشکرا کتن فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم بمروف مسافر سي شف و سي روجن و بمروف اوی المال خواه شف و روجكن كو وبكتن هرهوصا حديثك عن صفوان بن عسال رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط ولا بول ولا نوم إلا من جنابه پیغمبر صلى الله عليه وسلم البيجيت أو صحابي پیغمبر وقت ما سفرت كت پیغمبري نهي آمد نقول ما پیلاوت خانه ایخن نهي آمد كت قلت نه ایخن مسح سروان پیلاو بكم 3 شب و 3 روزه يعني هيك يكتب با دست نویجی نت ایخس الا هيك بجنابت كتبا اجبر هندي پیلاو خا ایخس با اگر وکی دی گوت کانه ینهانه يعني نهیامت که نت هلا ام بخینش پیت خو 3 شب و 3 روزه الا توی حالتی دابیتن کو حالتی جنابت دابیتن بخیتن جاجبر هندي قال لي خشكو بلا اخر تسهيل خدي تعالى يا ابو مكري دا ام تهمي حالتا دا مع عذر نبيتن ام نفيجا خاب هيلي دا مع عذر نبيتن ام نفيجا خاب هيلين وقت تو بيلا تلفت نفيجا خاب كي بشتي بري تو مسح كي تو سحكي بني بيلاوه كاچويت بيساتيه كي دا آن نجاسته كي دا كو اويدي بيت نجاست جيت شريعتي دا قال لي خشو تشتكي ظاهره يعني تشتكي تو ببيني ابا نجسه يعني ديك جاره ديشت حمام دا اول ويري رشتي تو نشي بيجي حاشا و ميزان ظاهر نينه طراتيا احتمال مصدر آب الا تشتكي ظاهر بيت يديار بيت بيساتيا مروفكي بيت يا حيواناتكي بيت نبيت كو شريعه درس نبيتن ويغافيه هكا او نجاسه بني بيلاوا بيتن ديت عردكي دي حتى باقش بيت ودي مسح السر بيلاوت خاكي اما او نجاسه نظاهر خدای تعالی حساب السروي تشتيت كت او تشتي ديار واشكلنا او تشتي بظن تو چيه شريعه نبظن شنو شريعه بي تشتي او تو تبيني شبه هندي قال لي خشكو بلا او تشتي هي حتى اگر انسانك ينساخ بيتن نشيا اوي ان روجك قالك صارت يجدر و نل مالي واف نكتلفته تيمم توي حالتي ده خاصه خستي ده قالك حالتي توصا شد خستي ده كابرا هند درزي كي بلاشي و هند جهازت بي و نشيب چيت حمام نشيب چيت دست نويجي
نشد دستت خواب بشود آن چاوت خواب بشود نشد لخواب لذینیتن افمرو و اشد تیمم بکد الشيء التيمم بكت ويكي خدي تعالى القرآن دابو ما بيان كري بيش وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا خدي تعالى بيجيتن أجل هيت حالة نسخية دابن آن سفر دابن إيكي شواس شو دس نفيجي خد طاهر كريش هندي آن شو يدف مالو عيالات خواب آب نبيتن ويقاف يدي چكت فتيمموا تيمم أوه هكا توز هبي توز عادي تو دستی خود جاره کلی دی سر و چاوت خودی و جاره دوی دی دستت خودی حتی ازیگیت خواه هر دو دستا دی تیدی اوه تیممه و دی نویجا خاکی اگر آخ نبی تو توز نبی تی جور وید خسته دا جد چه باطانی بید چه دیوار بید او تشتی توزت کفته سر تو دستت خودی دی جاره کلی سر و چاوت خودی جاره کلی دستت خودی اوه تیمم تکر و نویجا خواه بکه مهم نویجا خواه نهیله اگر تویجی نشی بکی اوجی خودی تعالی عذر دایته بگفت که اگر حالتات هندت تو نشی ویجی بکی ویجی نکه بس هر نویجا خواه بکه نویجا خواه نهیله نویج نهیت هیلان چه حالت داده جاش بن هندی گلی خوشکو بلا گل کافر ام همی وان تشتا بخوا بزانین نویج همی حالت داده نهیت هیلان تویت همی حالت داده دو هر بکی اش بن هندی خودی تعالی همی رخصت داینما و همی ریکد مفکرین دوی نویج نهیلی وش بالهندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى آخر جارجي وصيته ما نویجه کری و اول بصيارجي رجا قيامتش عبديت هيتا كرني سر نویجه قال لي خشكو بلا انسان متوقع بيت هيك تبشي دفعي كي تحاجتك بها بيتن هيك قلت تتا فلان تش بلا تتهت من فلان تش قلت يتتبو من كير دبيجينا بلا تتهت فلان تش من اشتخاص تبو من كير دبيجينا فلان تش نا بشتي يجي بيجي باشا تجي اف حاجتي ياب من هيمانه تده حاجت من قلت نتتبو من نكر اجيبه بتناك بس هكا ايكي تقنجيك روجك ليكر بيتن بچي درگي هوي بقوتي بيجي فلان كاس اس محتاجي فلان تشتيمه هاجر خو يجي نبيتن جدي شيت بوتش ايكي دين كتن خو محتاجي ايكي دي كر بوتين اينيتن چكو روجك دا محتاجياتا يا محتاجيا مروي يا قطاندي بحاشا لله ولله المثل الأعلى رب العالمين چند قنجي و چند باشيل قلمه كرين يعني اگر ام بين فيجي علق الا بين فيجي بكن يا ربي ماني ما طاعتاتك راسا من قلنا كرن من معصيات كرن جابت من البرداي بون ازمان من البرداي بون من قالك قلنا مع بس والله يا ربي او تشتي من بيشيل بون فيجي خامت كرن من روجيت خد قلتن نفس بو شيطان زيرك بو اثر دابن بلكي تخدي تعالى رحمه بمبه بس اگر او تشخير من نكر بين من شكري دي بخانه هلا بدف خدي تعالى رب العالمين دي بچه حسابي اليوم شش بن هندي قال خوش كبر انسان خوش رحمه خدي تعالى ديرنا اخيته نفيجي تخا محافظه سر بكن نفيجي تخا بارزنت همي حالت هذا رب العالمين چه عذر بمنه هلايه دا چه غازندجي رجا قيامتش منبيتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فك أسرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك خيرا فوفقه لكل خير، اللهم ومن أراد بها غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.